كولر مقتنع بمروان حمدي بامكانياته. انا مش عارف هو شايف ايه في مروان حمدي مميز، مثلا طويل بيلعب ضربات راس، هداف مثلا، نافس على هدافين الدوري. انا مش شايف حاجه في مروان حمدي اللي كولر مصمم عليه او كولر عايز يفاوضه. كان بيقول لك احمد امين اوفا، لكن احمد امين اوفا اصبح خيار تاني لمستر كولر بعد مروان حمدي. يعني النهارده مروان حمدي بقى ازمه. طب انا عندي احمد زعلوك من الاقدر ومن الافضل، ما انا اديله مع اللعيبه اللي موجوده. عندي ناشئ طالع اهو، اديله بدل مروان حمدي لعيب طويل ولعيب هيكون مستقبل للنادي الاهلي. ما ده الكلام يا جماعه اللي قاله احمد بلال وقاله عماد متعب، اللعيبه اللي لعبت في مركز راس الحربه في النادي الاهلي لازم يكون طالع من الناشئين عندك علشان يبقى مهاجم هداف، وتجيب معاه لاعب تقيل في خط الهجوم. معلش، مش النهارده النادي الاهلي يا جماعه مش حقل تجارب، مش حقل تجارب.